من منا لا يتذكر هذه المشاهد؟ إنه الشاب عبد الهادي صاحب 20 سنة، الساكن بمنطقة واد نشو بغرداية، الشاب الذي يمشي على أربع ويأكل كل ما يجده في طريقه. شاب تجتاحه نوبات يومية، بعد 3 مساء يصدر خلالها أصواتا غريبة وتتقلب عينيه بالبياض، مشاهد وكأنك في أفلام الرعب والخيال. العشية وتكمل له على 7 تاع العشية، يطيح يتصرع ومن بعد يتنفخ ويتبدل الوجه نتاعو، ويوقفوا ودنيه، يتعوجوا يديه ويتعوجوا كرعيه، ومن بعد يبدا يحاول كيف يطاك يلعب اللي راه معاه. عندك كاين 3 من الناس تاني قبضهم بعضها هنايا حتى نسال الدم في فمو باش طلقهم. يعني انسان يعني كشغل ما عرفتو لا مسكون لا مهبول، مانيش عارف. منذ 9 أشهر وأم عبد الهادي قلبها منفطر لما يحدث لابنها، خاصة في أوقات النوبات التي غالبا ما تكون بعد 3 زوالا وحتى 7 مساء. نشد الدوخ وما نفيقش، كي نفيق على روحي نلقى روحي راني مربوط ولا نلقى روحي راني سقط. عبالك هذه تسمى هي العجوز هذه تعرفوها تسمى؟ اي نعرفوها. لم تجد أم عبد الهادي سبيلا أمام ما يحدث لابنها سوى الاستنجاد بالجيران، وأحيانا بمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لحمايتها من بطش ابنها ومساعدتها في التحكم فيه، خاصة إذا فك وثاقه وأصبح التحكم فيه صعب. ومن بعد يبدا يحوس على الدمويات، يسمع القط ولا الدجاجه عيطت ولا حاجه يبدا يلحق وراها، يحوس يقضبها. عينا نهزو يجي الحمايه توقف مع ناس ما بحالك باش تشدو يعني. تمر الساعات كالأيام والأسابيع كالشهور، وحال عبد الهادي على حاله، شاب في مقتبل العمر لم يشفع عرضه على النفسانيين وأطباء الأعصاب في شفائه رغم كل الأدوية التي قدمت له. طلب من الجزائريين، جميع الجزائريين اللي عنده أي يفهم اختصاص المرض هذا يتقدم، سواء راقي ولا اختصاصي ولا أي، باش يعاوني في هذا المشكل. مصاص دماء، دراكولا، وحش، فامبير، كلها ألقاب أطلقتها بعض الأطراف على عبد الهادي. فبعد عرضه على تلفزيون النهار لأول مرة سارعت بعض وسائل الإعلام إليه تبغي شهرة أو بهرجة بتصويره، ليخرج إطار العمل الإعلامي من رسالة هادفة خيرية إنسانية إلى عمل مادي غير مسؤول. ما يطرح التساؤل: هل تعالج القضايا الإنسانية بتلك الطريقة؟ في سيدي بالعباس كان الله يخبئ لعبد الهادي قدرا ونصيبا من هذه الدنيا عند شيخ يدعى بالشنفرة، والذي يروي كيف شاهد حالة عبد الهادي وكيف انتقل لعلاجه. هي النهار الاول هذا شفنا في نشرة الاخبار تاع النهار، في الحق ما كشيتش لافيريس تاعه النهار الاول، وبعديت نبحث عليه غردايه وين جاي حتى من بعد بثاتها قناه واحده اخرى ولا قبلتها بمصاص الدماء، تعاطفنا معاه. عيط المدير تاعنا يعني تاع قناه التلفزيون قلت له باللي اللي قلنا هذه المبادره اللي ما نسمعوش فيها الانسان ما عندوش وراه في حاله لا يرثى لها وكلش، قالوا لي هو يعني كفلوني مهم وانت تكفلني. جيت من بالعباس
مع نسي عبد الهادي. لقيته في حالة لا يرثى لها. هذا ما تصورش بالنسبة للمرض. قلت له راني جايب لك واحد الدواء هذا، وهذا الدواء هذا يساهم في العملية تاع الناس، يساهم كان يجيب السبب. هذا مضر بالعين والمس والسحر. دهنت له وعطيته شوية شرب. قعدنا بالك واحد 5 دقائق، أو قال لي قلبها يبكي على بالي. أنا أعرف إحنا موالفين بها، يعني مشيت بالحالة الأولى اللي دويناها تاع كاين مئات. المهم ناض قال لي غادي للكوار، كي جا في الكيروار طاح، رفدنا هزيناه ودينا هنايا. جاته الحالة تاع غير العادية، يعني بدا يتحول وبدا يضرب. كشيناه حنايا، كنت أنا وكانوا معايا 3 متعاون. كشيناه شديناه، قاعد يهضر باللغة تاع العالم الآخر وواحد الطقوس وكلش. المهم حنايا شديناه ما خليناش، علاه خفنا يهرس ولا يجرح روحو ولا ما تصلش كاع معاه، خاطر كان في حالة لا يرثى. من بعد حوالي ربع ساعة هكذا قاعد يحوس يتقيا. جبنا له باسينة تقيا، كي تقيا واحد الصوالح تقيل كيما هما هنايا، قال لك اسمهم كيما الرفسة. المهم صوالح تقيل كيما هذا، يعني سحر تقيا. قعد شوية بالك موراهم 5 دقايق ولا فطن. كيف فطن قال لنا هذا وراني نحس بلي أنا عبد الهادي. ها هو عبد الهادي، الشاب الذي أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام بأنه مصاص دماء. ها هو عبد الهادي الذي سلب السحر عقله، رجع بحمد الله عاقلا معافى. كنت مريض، جابوا لي دهن زوية السبع هادو، دهنت منهم وكليت منهم سمار تاع قهوة، والحمد لله بعد ما تغيد بعد 14 دقائق رديت كاع السحر اللي كليته. عندي في 11 شهر ما خرجتش ما كليت ما والو، ودركي الحمد لله ما شاء الله راني كيما انا كيما الناس. كان مرض قلت لكم كان كي نديه الحمايه واش يقولوا لي شوفوا له راقي، وليت نجري مع الطلبه والرقيه. واحد يكتب له نعطيله يشرب، داروا له التباخير، داروا له الكتب باش يعلقهم، قالوا لي بربي يخرج عليه اسمه ولدك راه مسحور راه مسكون، بربي ان شاء الله يخرج عليه هذا الشيء هذا. ومن بعد كي نعطيله في الكتب تاعي يشربهم ويتبخر بهم ويهزوا، ولا هذاك وين يزيد حتى ولا يقبض الساعه بعد من 3 تاع العشيه ل7 تاع الليل، عاد يقبض الساعه بعد تجي في هذه المشاكل هذه. ومن بعد جاوا لي الرقيه عادوا يرقوا عليه، قالوا لي ولدك راه كان سحر عظيم. روح لقيت بعد الحياه ميؤوسه منها بعد. قلت لك كان بعض القنوات ربي يهديهم راهم قالوا لك انا مصاص دماء وانا هاديك وانا هاديك، وهي هذه ما كانش منها ادعاء كاذب، ما عدا سحر وما عدا مرض ابتلاني الله به، والحمد لله ربنا رفع عليه. كيما انايا ما كنتش عارف واش يصرالي، كنت غائب عني الوعي، وبعد ما نفيق يقول لي واش صرا ما نامنش روحي. ناس عاطين دعايه قال لك يعني هذا السيد ماهوش مريض راه يدير تريكاج، بيغي تريكاج باش يدي الدراهم. احنا في الاولى في قناه النهار طلبنا راقي او اختصاصي، ما جبناش مساله الماده. وكاين ثاني قنوات سمحهم الله عادين يطلقوا في دعايات ما كان لا نذكروا بغاو يعني يصوروا حاجه اخرى، يديروا علينا حاجه اخرى، وحنا ماناش فيها، ماهيش قدنا. حتى والدته لم تسلم من الإشاعات، حيث تم تصويرها وكأنها ساحرة عبثت بعقل ابنها، إشاعات زادت من ألمها وهي ترى ابنها يضيع من بين يديها.
دعات باللي انا مرت ولدي، ودعات واحد الحوايج ما تتخيلوهمش العقل. الكبده نتاعي نبكي عليها وعيط النهار على جالها باه داوي لي ولدي، يبلوني بهذا الكلام الشين هذا. عاد عبد الهادي إلى رشده والحمد لله. عاد عبد الهادي إلى كنف عائلته وإخوانه وجيرانه، يلاعبهم، يذاكر معهم دروسهم، ويتفقد حديقة منزله. حاجة الحمد لله. راهي عاد على بالك ناض على 6 ونص اليوم، قال لي على ما نوطينيش على 5 باه نسبح قدامنا نصلي الفجر. يعني لقيت انسان يعني راه طريق ما شاء الله. نسي عبد الهادي مرضه وماضيه، نسي معاناته وفتح صفحة جديدة في حياته، لكنه لن ينسى كل من آذاه، ولن يسامح كل من جعله مسرحية أمام الرأي العام. فالمؤمن المصاب والابتلاء صبر وتضرع وإيمان. خلى عينه